السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ الفيديو بتاعنا يا شباب من هنا، وطبعا نسمي بسم الله، وهنشوف احنا طبعا كتبنا اسامي من جديد النهارده. طبعا دول اخواتنا وحبايبنا المشتركين في القناة عندنا، وبنكتب كل يوم اسامي جديدة. فانت لو ما اشتركتش في القناة انزل اشترك. كتبنا طبعا ام كيرلس من اختنا من اسيوط، وكتبنا طبعا ام محمد ومحمود من قنا، وكتبنا اخونا داوود علي من الشرقية، وكتبنا ابو غازي عبد الرحمن من اليمن، وكتبنا سيد محمد من بولاق، وكتبنا زين من الجيزه، وطبعا دكتور احمد من مغاغه. وديت الاسامي يا شباب اللي موجوده معانا، الاسامي القديمه معانا. طبعا ممثل على قناه توفر في بيتك منوعات، قناه اخويا طبعا الاستاذ باسم. يلا بقى ندخل المكان بتاعنا، وهقول لكم على النهارده جايبين حاجه مفاجاه بصراحه. الشوال ده فيه ايه؟ الشوال ده فيه ايه؟ خمنوا كده. الشوال ده فيه ايه؟ الشوال ده فيه اكل للحمام ب10 جنيه. اكل للحمام الكيلو منه ب10 جنيه، ووجبه اساسيه، يعني وجبه كمان معانا، وجبه اساسيه. يلا بقى ندخل المكان بتاعنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا اقول لكم احنا في ايه جديد النهارده. ولكن تعالى بقى اوريكم اليمام، عشان انا حزين على اليمام بصراحه. طبعا مسي على الحمام اللي عندنا. طبعا ام اياد يا شباب اهي، سمين طبعا الحمامه الجميله دي على اسم اختكم ام اياد. تعالى بقى عشان مريم نفسها تشوف الحمامه بتاعتها. قناه طيور البيت المصري دي مريومه يا شباب، دي الحمامه دي مريومه، دي من اجمل الحمام عندي. حمام الكرك ده من اجمل الحمام عندي. الحمامه اللي كنا مسمينها مريومه، معاها الذكر الجميل دون. دي السلاله بتاعتها حمام الكرك يا شباب. اهوت الناس اللي بتحب الحمام الكرك ديت، الحمام بيبقى فيه ينكف في صدره كده، حمامه ما شاء الله شكلها جميل قوي. ديت برضه نفس السلاله اهوت شباب، دي نفس السلاله دي. كل دول عيال الذكر ده اللي احنا مسمينه على اسم اخونا حسن طبعا ابن سينا، ومريومه يا شباب اهوت اهو شباب ما شاء الله. هو يا جماعه الخير ديت الحمامه الجميله دي. يلا مشتركش في القناه يا شباب بينزل اشترك. هنكتب اسم في حمام من هنا ما نكتبش عليه اسامي لسه، هنكتب طبعا عليه اسامي بتاعته. ديت طبعا ابراهيم، وطبعا مروه، طبعا حضانه الحصى هي، وطبعا قلنا ام شروق واخونا عمار. فهنكتب اسامي الحمام كله. هنجيب حمام جديد ان شاء الله وهنكتب عليه. في حاجه بقى هنا مفاجاه بصراحه بالنسبه لي، يعني دي بصراحه هنا في مفاجاه بالنسبه لي. دي يا جماعه الخير حمام كسخنجي. ده الحمام الكسخنجي، الناس اللي عارفه الحمام الكسخنجي اهو يا شباب. الحمام الكسخنجي جايب لي عش تقريبا هيبقى اصفر ورق. العش ده شوف الزغلول ده حصل فيه ذباب ريش، بس مش مشكله نعالجه ان شاء الله، مع ان كافحته كتير، بس يلا مش مشكله نعالجه برده تاني ان شاء الله. تمام كده. طيب ده هيبقى اصفر ورق. ده انا بخمن بنسبه كبيره ان ده هيبقى اصفر ورق، وده بيرجع للجدود. ده بيرجع للجدود. ده الكسخنجي ده هيبقى كسخنجيه ان شاء الله زيهم، ولكن ده هيبقى اصفر ورق، وده هيبقى بيرجع للجدود. لان الاهالي دي شكلها فيها دم غريب، شكلها فيها دم غريب مش نفس الدم. تمام كده. طيب تعالى بقى نطمن على اليمام بسرعه. وفي طبعا مفاجاه مش كويسه، يعني بصراحه انا زعلان بصراحه. اليمام يا جماعه الخير، الناس اللي عارفه ان احنا بناكل اليمام ده يدوي بعد ما فطمناه. اليمامه الثانيه بصراحه ما لقيتش غير اليمامه دي. وطبعا ده كان خطا مني، لان انا طبعا نفس الخطا ان المكان ده مفتوح بالشكل ده. فانا بخمن ان هي تكون طلعت، وان هي لان هم لسه بيتعلموا الطيران. عشان بس الناس اللي هتسال على اليمامه الثانيه بصراحه والله مش لاقيها، فادعي الله ان انا الاقيها تاني في المكان عندي. طيب خلينا بس عشان احنا ما كلفناش الحمام، هقول لك الكلفه ايه اللي احنا بنكلفها للحمام، او الكلفه ايه. 10 جنيه. هتقول لي في كلفه ب10 جنيه؟ هقول لك ايوه، دلوقتي ممكن تشتري كلفه ب10 جنيه. كلفه اكل الحمام ب10 جنيه. الناس بتقول الكلفه 25 جنيه. هقول لك هتجيب ايه وتحط على الكلفه دي. تعال بس نشوف ايه اللي احنا جبناه ب10 جنيه ده. ندخل طبعا نبص كده الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا جماعه الخير قمح. ده موسم حصاد القمح. لازم تستغل موسم الحصاد ده دلوقتي باي شكل. لازم تستغل الوقت ده باي شكل. ليه؟ لان الوقت ده القمح بيبقى رخيص جدا. الارداب بالقمح النهارده ب2000 جنيه. الارداب ده بيبقى عامل 160 كيلو. الارداب ب 160 كيلو. طبعا الموضوع ده بيختلف، انا عارف ان في ناس بتتابعني من جميع المحافظات، ولكن الموضوع ده هيختلف بقى من محافظه للتانيه. انت بتبيع الارداب ب 150، ده التاني بيبيعه 160 كيلو. فلو حسبتها في العموم على 160 كيلو
هتلاقي ان القمح الكيلو منه عامل 12 جنيه ونص. فالقمح ده اللي في ده مش احسن حاجه، في تراب ياما، فانا جايبه على قد سعره. التراب اللي هو انتوا شايفينه قدام حضراتكم دوت ده مهم للحمام على فكره، ده نوع من انواع التحديق. الطين ده خصوصا الناس اللي بتربي حمام محبوس، دي نوع من انواع التحديق. يعني احنا بنحط في التحديق بنحط تراب ورمل وصدف بحر وكسر طوب ابيض وكسر طوب احمر. فالطين ده مهم للحمام، مفيد للحمام. تمام. طيب استغل بقى الوقت ده وابدا ان انا اشتري قمح، اخزن قمح، اجيب لي ارداب، اجيب لي نص ارداب، هتجيب لك مثلا ب 1000 جنيه، هتجيب ب 1000 جنيه، ال 1000 جنيه ده هيكفيك فتره، يعني نص ارداب هيكفيك فتره. فمهم جدا ان انت تستغل الوقت ده وان انت تخزن قمح. انا جايب يا جماعه الخير حوالي 25 كيلو، اهو حوالي 25 كيلو دولت انا لقيتهم مع حد ولقيتهم بصراحه رخاص، يعني كيلو ب 10 جنيه. قلت له لا اخدهم منك، اديته فيهم 250 جنيه، 25 كيلو اديته فيهم 250 جنيه، قلت اخدهم حطهم الحمام عندي. طبعا هنزود على القمح ده، مش هناكل قمح بس، لان ما ينفعش ان انت تاكل حبايه واحده بس. انا بوريكم بس، بوريكم الحمام بياكل ايه. ما ينفعش ان انت تاكل الحمام حبايه واحده بس، اقل حاجه 3 4 انواع من الحبوب. يعني ممكن ان انتوا بتعملوا ايه؟ انزلوا. طيب ممكن ان انت تعمل ايه؟ ممكن ان انت تجيب ذره صفراء، ممكن تجيب ذره عويجه، ممكن تجيب قمح، عفوا ممكن تجيب فول، ممكن تجيب قرطم، حاجات كتير جدا يا شباب. الحبوب بتقتات بجميع الانواع الحبوب. فانت لو وفرت 3 4 انواع من الحبوب دي تقدر ان انت تربي حمام باقل التكلفه. كيلو الكلفة بيوصل في اوقات من السنة ل 25 جنيه، كيلو الكلفة بيوصل في اوقات من السنة ل 25 جنيه. فانا لا، طب انا ايه اللي خلاني اجيب كلفة ب 25 جنيه؟ الناس اللي هي بتربي بال 100 جوز وبال 200 جوز، في ناس كتير جدا بتربي كميات عندها. فلا، انت استغل الوقت ده من السنة واشتري شوية قمح. دي انت تعتبر ارخص حباية احنا بنقدمها للحمام، ارخص حبايه بنقدمها للحمام اللي هو القمح. فانت استغل الوقت ده، استغل الوقت ده واشتري قمح وخزن عندك. القمح يا شباب رخيص جدا وفرصه بصراحه. يعني انا قلت لازم اقول لكم فرصه النهارده الناس اخواتنا اللي ساكنين في الارياف، اشتري قمح وخزن قمح عندك ان شاء الله تعالى. هيوفر معاك كتير جدا في الاكل عندك. طبعا بتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم ويكون قدم لكم معلومه. الناس اللي ما اشتركش في القناه يا شباب لازم تشترك في القناه، عايزين نوصل ل 1000 مشترك في اسرع وقت عشان نفتح بث مباشر من على القناه ديت. اشوف الشكر على خير يا شباب، استودعكم الله، السلام عليكم.